واحد الأنبياء الأربعة الكبار في تراث اليهودية المسيحي، كان مبعوثا مع نبي الله أرمياء عليه السلام، وأحد أنبياء بني إسرائيل، مما لا يعلن وقت بعثته، غير أنه كان في الزمن اللي بعد زمن نبي الله داود عليه السلام، اللي أسس مملكة اليهود في بيت المقدس بالقدس الشريف بعد فتحه. كان قبل زكريا ويحيى عليهما السلام. كان في الوقت الذي قد أوتى فيه أخت نصر للبيت المقدس وخربه، فقتل فيه من بني إسرائيل وأحرق التوراة. جميعنا نعلم أن نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم هو خاتم الأنبياء والمرسلين، لا شك في ذلك، ولكن مجرد الشك في ذلك بيخرجك من الملة. ولكن هل تعلم أن هناك نبي من أنبياء الله عز وجل دفن بعد موت رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين؟ لكن عليه السلام لا يزامن نبي الله محمد، ولم يكن في عهده، بل مات قبله بمئات السنين، ولكن دفن بعده. هو نبي الله دانيال عليه السلام. تعالوا بينا نعرف قصة نبي الله دانيال عليه السلام الذي دفن بعد نبي الله محمد صلى الله عليه وسلم بمئات السنين. قصة نبي الله دانيال لها روايات متعددة لأصحاب الكتب السماوية الثلاثة، إلا أن الروايات كلها بتتفق جميعا بأن نبي الله دانيال نبي له كثير من المعجزات والكرامات، له أكثر من رواية في الإسلام. فمن هذه الروايات أنه بعد الفتح الإسلامي لبلاد فارس أي إيران حاليا في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أثناء جولة للجند المسلمين دخل لبيت قائد تعود للفارسيين، وجد رجل ميت على سريره وفوق رأسه كتاب مكتوب بغير العربية. بعد سؤال تلك أهل القرية عن تلك الجثة، أكدوا أن رجل مبكرا يدعى دانيال، بل أكثر من ذلك، أهل هذه القرية أخبروا أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم إذ حبس عنهم المطر يخرجون جثة هذه النبي الكريم ويتضرعون به لله عز وجل طلبا للماء فتمطر السماء. بعد اكتشاف جثة نبي الله دانيال التي لم تتغير بعد مرور 3 قرون على موته، فلحوم الأنبياء لا يجليها الأرض ولا تأكلها السباع. وبعد التعرف عليه من خلال خاتمه والكتاب الذي فوق رأسه، أخذه الصحابة الكتاب إلى أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه، أمر بترجمة الكتاب للعربية. اكتشف أنه مكتوب فيه تنبؤات بأحوال المسلمين ونبيهم، بالإضافة للعديد كتير من الأخبار القديمة والجديدة والقائمة على حد سواء. أما الخاتم اللي كان مع نبي الله دانيال قد كان منقوش عليه أسدين يلحسان رجلا. بسؤال أهل القرية عن قصة هذا الخاتم، ذكروا أن نبي الله دانيال يعود نسله من سبط يهوذا، أحد أبناء نبي الله يعقوب عليه السلام. كان في زمن ملك ظالم، كان المنجمون في عهد هذا الملك الظالم أخبروه بأنه هيولد ولد في ليلة محددة هيفسد عليه الملك. أمر الملك الظالم بقتل كل الأطفال الذكور اللي ولدوا أو هيولدوا في تلك الليلة المحددة. كان من هؤلاء الأطفال دانيال، ويقول بعض الروايات هذا ما حدث. جاء بدانيال ورموه في حفرة كان مسكنة لأسد ولبأته ليفترسوه، لكن لما جاءت أمه في اليوم الثاني لتطمئن على صغيرها صعقت بما رأته. قد كان الأسد ولبأته يجلسان عند رجليه ويلحسان ويحرسان تلك الليلة، فنجى الله عز وجل. فلما اشتد عود نبي الله دانيال عليه السلام وأوتي الحكمة والعلم، قام بنقش ما حدث معه عليه السلام تخليدا للقصة وتذكيرا لنعمة الله عز وجل عليه. إلا أن من شدة تعلق أهل القرية بنبي الله دانيال، الخوف من أن يصل هذا الحب إلى حد الشرك بالله عز وجل، لم يكن المسلمين أن ذلك قبرا له في مكان الدفن، بأمر من عمر بن الخطاب يحفروا 13 قبرا خلال النهار ودفن سرا بالليل حتى لا يعرف الناس أين دفن نبي الله دانيال عليه السلام، ويكون بذلك هو النبي الوحيد الذي دفن بعد رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم. هناك رواية أخرى أوردتها كتب المسلمين عن نبي الله دانيال،
وهي رواية تبين الحكمة اللي آتاها الله عز وجل على نبيه دانيال عليه السلام بالرغم من صغر سنه. حسب هذه الرواية إن نبي الله دانيال اتربى يتيما مكفولا لامرأة من بني إسرائيل، كان في قرية قاضين مشهودان لهما بين الناس وكلامهم لا يكذب. قيل إن لهذين القاضين صديقا مشترك، زوجته حسناء ملفتة للنظر. كان هذا الصديق رجلا صالحا ومقرب للملك، وفي يوم أرسل الملك هذا الصديق الصالح لقضاء بعض أموره. أوصى الملك الصديقين القاضيين بأمر زوجته خيرا، لكن القاضين عشقوا الزوجة وأقاموا بمراوتها عن نفسها، فأبدت ورفضت المرأة. لم يكن من القاضين بأن يشتكوا عليها عند الملك بأنها زنت. لم تهتم المرأة الصالحة بتهديدهم. فعلا ذهب القاضين للملك ونفذ تهديداتهم وأخبروه بأن المرأة زنت، وطبعا هذا كذب. فأصاب الحيرة رأس الملك لأنه يعرف المرأة جيدا ويكن لها الاحترام، إلا أنه يعرف الطرف الآخر من القاضين بأنهم صادقين ولا يكذبان. فأمر الملك بأن ترجم المرأة بسبب الزنا بعد 3 أيام. شيع في البلاد خبر حكم الملك برجم المرأة. كان كل يوم يسأل الملك وزيره بأن يأتي حلا لهذه المشكلة، فأتى الحل في اليوم الثالث. كان بفضل الله على يد نبي الله دانيال عليه السلام، اللي كان غلام صغير السن في هذا الوقت. كان الوزير الملك بيتجول في أزقة البلاد، فصادف ولدين يلعبين، كان أحدهما دانيال بيتحدث لرفاقه بأن يأتوا ليمثلوا قضية الملك والقاضين والمرأة. كان ذلك تحت سمع ونظر وزير الملك. أخذ دانيال دور الملك، وتقاسم الباقي الأصدقاء في الأدوار، أخذوا يمثلوا. فطلب نبي الله دانيال عليه السلام من أصدقائه أن يأخذوا دور القاضي الأول في جهة، والدور القاضي الثاني في جهة أخرى. ويأتي دانيال الملك الذي يمثل دور القاضي الأول، طلب منه أن يشهد بالحق أو يكون نصيبه أن يقتل بحد السيف. فوافق القاضي الأول. سألوا دانيال عن مكان، زمان الزنا، وعن أسماء الأشخاص الذي زنت المرأة معهم، فأجابوا الولد اللي بيمثل دور القاضي الأول بما يريد سماعه. ثم أحضر الولد اللي يمثل القاضي الثاني وسألوا دانيال نفس الأسئلة، فكانت الإجابة مختلفة. ومن هنا أعلن دانيال عليه السلام أن القاضين شهدوا زورا وأن المرأة بريئة وأمر بقتلهم. كان ذلك تحت سماع وعين الوزير اللي تعجب مما رأى وسمع من الولد الصغير. ذهب الوزير مسرعا للملك وأخبره بما شاهدوا من تمثيل الأطفال، فطبق الملك بما فعله دانيال. فوقع القاضين في شر أعمالهم وكشف كذبتهم وشهادتهم بالزور، فقتل القاضين. قد ذكر وهب بن منبه رحمة الله عليه، وهو من علماء المسلمين وأقدم ما كتب في الإسلام، ذكر أن أخت نصرة بعد ما خرب بيت المقدس واستغل بني إسرائيل 7 سنوات، رأى في منامه رؤيا عظيمة، فجمع المفسرين وسألهم عن رؤياهم، فقال لهم: قص علينا رؤناك ونحن نخبرك. فقال الملك: إني نسيتها، وإن لم تخبروني بها في خلال 3 أيام لقتلتكم. فجروا خائفين. فعندما سمع بذلك نبي الله دانيال عليه السلام وهو كان في سجنه، فقال للسجان: اذهب للملك وقل له أن هنا رجلا عنده علم رؤياك وتأويله. فذهب إليه وأعلمه، فطلب أن يراه. فلما دخل عليه لم يسجد له. قال له: ما منعك من السجود إليه؟ فقال: أن الله أعطاني علما وعلمني وأمرني ألا أسجد لغيره. فقال له أخت نصاري: إني حبي للذين يوفون لأربابهم بعهود، أخبرني عن رؤياي. قال له: رأيت صنما عظيما، رأسه في السماء وأرضه في الأرض، أعلاه من ذهب، أوسطه من فضة، أسفله من نحاس، وساقيه من حديد، ورجليه من فخار. فبينما وأنت تنظر إليه أعجبك أحكام صنعه، فقذفه الله من السماء بحجر، فوقع على قمة رأسه حتى طحن واختلط ذهبه وفضه ونحاسه وحديده، حتى تخيل إليك أنه لو اجتمع الإنس والجن ليميزوا من بعضهم لا يستطيعون. ونظرت إلى الحجر الذي ملأ الأرض حولك،
لقد لا ترى إلا الحجر والسماء. فقال له أخت نصرة: صدقت، فهذه الرؤيا التي رأيتها، فبما تفسيرها؟ فقال دانيال عليه السلام: الصنم فأمم مختلفة في أول الزمان وفي وسطها وفي آخرها، أما الحجر الذي قذف به الصنم فدينا يقذف الله به هذه الأمم في آخر الزمان، فيظهر نبيا أميا من العرب فيدوخ به الأمم والأديان، كما رأيت الحجر يدوخ به الأصنام الصنم، ويظهر على الأديان كما رأيت الحجر يظهر على الأرض، فيمحص به الله ويهب أهل الضلال، ويعلم به الأمين ويعز به الأذلة، وينصر به المستضعفين. وهي رؤيا يتنبأ بها نبي الله دانيال بظهور دين الإسلام في آخر الزمان حسب تفسيرات علماء المسلمين. اللهم ثبتنا بالقول الثابت في الحياة الدنيا والآخرة، وارزقنا حسن الخاتمة والفردوس الأعلى من الجنة بغير حساب، وسابق عذابك يا أرحم الراحمين. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، والحمد لله رب العالمين.